ميرا بنت جامعة عندها سهرة اليوم، مثل ما شايفين عندها شوية بيمبلز بوجهها. ما طلعت الهم إذا كان عندها سهرة أو عندها أي أوكيجن، وهذا كله صار بيتغطى معنا بالميك اب. ميرا ما بيلبق لها الميك اب القوي، شكل عيونها ما بيلبق لها السموكي ايز أو السترونج ميك اب، بيلبق لها ألوان الإيرث كولرز اللي هي الألوان الترابية. حنبعد عن الأسود، حيكون بس هو الأيلاينر اللي أكثر شي بارز بوجهها، وحنركز على لون الشفة. هي لون نروح على شوي الموكا مع البيج الناتوريل لشفافها. انا طريقتي اللي بحب بلش بالعيون واختمها بالفونديشن. يعني مثل هلا شايفين عم نحط الانتيسير عشان يخبي الهالات السوداء بعيونها لميرا. عم نحط لها شوية بودر ليب عشان ما ينزل الميك اب على وجهها. حنبلش لها بالهايلايتنج تحت حاجبها، وبيكون شوي على الكورنر تبعيت عينها. حنبلش بلون البني على ذهب شوي، بيكون فيه شوية لمعة، ما يكون كتير مات. إذا كانت تعملي سوفت ميك اب وفتحت عيونها بيعطيها كتير إضاءة للون عيونها. الايلاينر حيكون بس غارز بقلب رموشها، ما حنطلع فيه كتير او يبين، حيكون ايلاينر انفيزبل، طرفه بس حيبين. ما بدنا نطلع كتير بالايلاينر لبرا، لانه ميرا ما بيلبق لها لوك النفرتيتي هي، لانه بدنا نعمل لها عين لوزيه، ما بدنا نعمل لها عين صينيه. صار عندنا هلا فرق باللونين بين اللون البني المذهب والهايلايتنج اللي حطيناه تحت الحاجب. بدنا نمزج هول الالوان ببعضهم. لون الموكا فينا نمزجه بين هول اللونين، ولحتى تطلع العين اكثر لوزيه بنشوف وين البوبو تبع عينها وين المدى تبع حاجبها. بنقول للزبون افتحي هيدا المدى تبع البوبو وعينها، نمزجهم شوي مع بعضهم لحتى تبين العين مغروفة. بما انه خلصنا العين من فوق ونزل اللي بده ينزل من الانف، صار فينا نشيل هولي ونشتغل العين من تحت اكتر. انا لميرا ما بدي استعملها الاسود، بدي استعملها لون البني الغامق بقلب عينها عشان ما اروح لها من لون عينها. كمان نفس الشي مثل ما حطينا البني المذهب، بنمرقه نكزة من تحت بس ليعطينا شوية إضاءة للعين، فهمتي؟ وندهره شوي لبرا. أنا بحب على طول قبل ما نركب رموش نمرق ضربة مسكرة على الرموش، هيك ببينوا معنا الرموش أكتر، وإذا كان عليهم شوية باودر من الأنف بينشالوا بالمسكرة. في الرموش اللي بيكونوا وحدة وفي الرموش اللي بيكونوا صفة وحدة. الاثنين حلوين، بس انا لميرا بحب لها اكيد الصفة وحدة اللي هي اللي بتعطي ناتشرال اكتر وبتعطي مدى للعين اكتر. انا بحب بعد ما نحط الرموش نمرق ضربة ايلاينر، هيك ببين معنا راسين الرموش اقوى وبيظهر السواد تبع الايلاينر اكتر. حواجب ميرا حلوين، عندها حواجب ناتوريل مش معمولين تاتو. ميرا ما بتقصد حواجبها مثل شايفين مش حلوين وعم يتمشطوا. مثل ما قلنا انه بدنا نستعملنا لميرا الفونديشن اللي هو البرونزنج كولر، لون البرونز. كل ما رققنا الفونديشن بين الوجه هيلثي وفيه نضارة اكثر. جينا لمرحلة الكونتورينج اللي هو انا بدي افرجيكم كيف بعمل كونتورينج بالانتيسير. وهذا بناخده على شكل تريانج، شكل مثلث. شوي بنحط على الحنك عشان نبرز للحنك لميرا. بعد ما مدينا الفونديشن والانتيسير وعملنا الكونتورينج، انا بحب احط شوية فيكس باودر على كل الوجه بس عشان تخفف لنا اللمعة تاعت الوجه، واحسن تحطوها بالفرشاية مش بالإبونج عشان ما يسمك كتير الفونديشن. جينا هلا للكونتورينج كيف بدنا نبينه اكثر بالباودر. بنروح على الالوان ما يكون فيها اورانج ونرجع بنرسم كل العظام بالوجه على رقبتي، وين في عظمه بنرسمها. خلصنا هلا على الباودر وكل شيء والكونتورينج، بنرجع لتحت العين لانه اجى شويه باودر. نرجع من اول لون شوي من تحت عينها، نرجع نظهرهم
واكيد هلا بدنا نقوي الرموش اللي من تحت بالماسكارا. هيدي بتعطي جمال كتير للعين. اكيد اذا نزل شوية ماسكارا بننضفهم. اذا حسينا البلاش بعده خفيف فينا نقويه شوي بلون بيجي شوي المزهر، بس بنحط منه على راس الخد، وده اللي يعطينا لون البرونز، ما حيعطينا لون المزهر اكيد. لون الشفاف مع لون التان كتير حلو. هيدا اللون بيريح له لون السكين كولر. عادة قبل ما احط للشفاف في احطهم مات، اتركهم مات، وفي نحط لهم شوية جلوس ليمشي معنا الكونتور. هيدا الميك اب حلو يكون مع كونتور وحلو يكون بلا كونتور. يعني حفرجيكم كيف حلو هيك مثل ما نحن شايفينه بلا كونتور، بس ضربة جلوس على الشفاف. وفينا نحط له كمان شوية كونتور اذا واحد تحط شوي تحدد شفافها اللي هو باللون الناتشورال. حب يضل الكونتور فايت بقلب الشفاف ما يظهر لبرا. خلصت ميرا، صار فيها تروح على سهرتها مثل ما هي بدها بكل ثقة. ما في لا حبوب ولا في هالات سودا ولا في شي. شوفي حالك عاملة ايه. واو. Oh my god. Beautiful. عن جد نفس رائع. الوقت. Thank you.